السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن فراخ التسمين. ولما نعدي سن ال20 يوم أبدأ أغير العلف من بادي لنامي، وكمان أحط مضاد للسموم في المية عشان التغيير ده بخاف يبقى يعكس معاه. أنا عندي الفراخ عدت ال20 يوم، يعني هما دلوقتي بقالهم 25 يوم. أنا غيرت العلف من 5 أيام وجبته من مصدر موثوق منه عشان تبقى كويس جدا معايا ويجي معايا بنتيجة كويسة جدا. والمية نضيفة وحط لهم فيها مضاد للسموم، وغيرها كل شوية في الجو الحر عشان تديني تبقى تروى على الفراخ يشربوا المية، متبقاش سخنة ومدفونة وحشة. عند الفراخ مرتاحة والمكان واسع علشان يبقى في الصيف مرتاحة كويس. المكان واسع ويبقى الفراخ قاعدة ومطمنة وكويسة عشان تديني نتيجة كويسة، ويبقى عندي تهوية كويسة جدا. لازم تهوية كويسة جدا، ولازم مصدر إضافي للتهوية والإضاءة، والفرشة تكون نظيفة، وكمان العلف والمية أهتم بيهم، والفرخ يكون من مصدر موثوق منه، مصدر كويس من شركة كويسة. والعلف برضو يكون من شركة كويسة، يكون أنا متعودة عليه كويس. ما غيرش عشان خاطر ما يجيبش معاه نتيجة عكسية. انا دلوقتي لما بغير العنف بيديني نتيجة كويسة جدا، وده ملحوظ جدا. وما تنسوش اللايك والشير عشان يظهر لكم اي فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.